قبل كل شيء اوطيم هي واحد المجموعه ديال الطلبه كيكونوا منتخبين من طرف الطلبه الاخرين باش يمثلوهم في الكليه. بحال دابا الا كاين شي مشكل عندهم كيحلوا لهم المشاكل بحال هاد المشاكل اللي كانوا في بدايه السنه ديروغاسيون والمهم مشاكل ديال التقياد. اوطيم تخلقات باش تمثل الطلبه باش انهم يحلوا المشاكل ديالهم. من غير هادشي كدير بزاف ديال الانشطه بحال ايام التعارف الطلابي، بحال لي كور سوشيان فاش كيقربوا الامتحانات كيجمعوا الطلبه باش انهم يشرحوا الدروس ديال اللي عندنا في الامتحان وهادشي اللي عارف. دابا اوطيم على ما جا في اللسان ديالك انا تتكون كثير من الانشطه، واش عايشتي بعض الانشطه اللي تتقوم بها اوطيم؟ حضرتي ليها؟ شاركتي فيها؟ شاركت فيها العام السنه الماضيه نيت انا كنت في سميتو فاش قرب ليكزام درنا واحد البروغرام ديال كور سوتيا انا شاركت فيه بنفسي. كنت كنشرح لهم كندير لهم واحد 3 حصات ديال كور سوتيا في الاناليز ماتيماتيك صافي. في الاخير سؤال اخير، شنو تتمناو من اوطيم انها تقدم للطلبه والجماهير الطلابيه بصفه عامه؟ وبالنسبه لي انا اوطيم راه مقدمه كل شيء. الطلبه اللي خصهم يزيدوا يفهموا شنو هي اوطيم، حيت بزاف ديال الطلبه ما عارفين شنو هي اوطيم. تيجي كتسولو كيقول لك اوطيم كتجي كتنوض لنا الفتنه في لافاك وهما غير كيدولوهم على حقهم وكيعاونوهم باش ان لافاك تزيد لقدام. نشكر اخي الطالب على الاستفاضه. الاوطيم عنده واحد الدور واحد اللي دور اساسي ورئيسي هو الدفاع عن حقوق الطالب. رغم الانتهاكات اللي كيديروها الاداره فان الاوطيم كترجع الحق للطالب. يعني الى ناضوا جميع الطلبه على واحد الحق اللي انتهكته سميتها الاداره، راه الاوطيم كتساعد بالنضالات ديالها والتوحد الطلابي باش يرجع ذاك الحق اللي ضاع، وما ضاع حقه الا وراه طالب. السلام. بالنسبه للوطيم انا اللي كنعرف هي من اول السنه حتى الاخيره. المهم من نهار قريت انا في هاد لافاك انها كتهضر على حق الطالب. المهم كنا كنوقفوا معاه في داكشي المطالب اللي كيبغيو الاطفال، داكشي اللي كيكون بسيط كيف مثلا هذا المشكل ديال الديروغاسيون دابا هما واقفين عليه، ولكن كيف ما كتشوف هما كيناديو حق الطالب والطالب ما كاينش هنا كيف ما قلتي صافي. هادشي كنعرف بان واحد المنظمه راه كتهضر على حق الطالب اللي الطالب صراحه ما كيبان لي في غنى عنها. في نفس الوقت كدير انشطه ثقافيه كدير انشطه ثقافيه كره مهرجان لا بزاف ديال سميتو كتوجه داكشي العمل الخيري للدين. هذا كدير الجمعات كدير بزاف ديال شي حوايج مسابقات في القران الكريم اللي بزاف ديال الجمعيات ما كيديروهمش. المهم عندها هي تخصصات بزاف وكثيره واللي كتهم الطالب والطالب اللي في. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه نضاليه وطنيه عاليه من داخل اطارنا العتيد الاتحاد الوطني لطلبه المغرب اوطيم. الاتحاد الوطني لطلبه المغرب هو منظمه نقابيه وليس حزبا سياسيا، هدفها وعملها عمل تأطيري وليس عمل تنفيذي. تؤطر الجماهير الطلابيه من اجل تحقيق المطالب الواضحه المشروعه المنطقيه. المكتب التعاضديه الذي يشكله الطلبه والطالبات انطلاقا من الانتخابات الطلابيه يتشكل من عده لجان: اللجنه النقابيه تهتم بالشؤون النقابيه والمشاكل الطلابيه، اللجنه الدراسيه تهتم بالخدمات الدراسيه على سبيل المثال نماذج الامتحانات التي يحتاج لها الطلبه من اجل الاستعداد للامتحانات، كذلك دروس لبعض الاساتذه واضافات اخرى عباره عن ليكوف سوتيان، ليسيديات يتضمنون برنامجا دراسيا للجماهير الطلابيه، اضافه الى لجنه رياضيه، لجنه ثقافيه، لجنه مسجديه تهتم بالشان التربوي والشان المسجدي للجماهير الطلابيه. كل هذا يدخل ضمن مكتب التعاضديه ضمن الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. فاقولها من هذا المنبر: الاتحاد الوطني لطلبه المغرب صدره مفتوح لجميع الجماهير الطلابيه الذين يعانون من المشاكل، الذين يريدون ان ينخرطون في احدى اللجان الوطنيه. فمرحبا بالجميع، مرحبا بارائه، باقتراحاته، بمبادرته. وتحيه نضاليه من داخل اطار العتيد الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وما ضاع حق وراءه الطالب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.